إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد لا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا يرجعون ما كاينش من الدوز وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وحشرنا فيها من العيون ليأكلوا بثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق أزواجا كلها مما تنبت ومن أنفسهم بما لا يعلمون وآية لهم الذي تسلخ منه الأنهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل يسابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا الدنيا في الشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون صديقنا ولا هم ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا وإذا قيل لهم الله قال الذين كفروا للذين فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يسيرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم أيوة تقول شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في كل فاكهون وأزواجهم بإذن على مرائهم مختلفون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون السلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم تعلمكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون فغير بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم واشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولما جاءوا لمسنا عليهم سبق الصراط فأنا يبصرون ولما جاءوا لمسنا على مكانة وتصدقوا بهم ولا يفعلون ولما عملوا أفلا يعملون ولا نشاء شيئا ما يبغينا هو إلا ذكر وقرآن مبين لكل من كان حي ويحفظ أولاد الكافرين أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لا يستطيعون نصرهم فلا يعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة إذا هو خصيم مبين وبلغنا العظام وهي رميم ونحيي الذي أنشأها
عظيما هو في كل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء. ولله حمد لا انقضاء لعهده على عد ما أفدى وقد كثر الشكر أحمده تعالى على نعمه الغفار وأشكره على فضله المدرار سبحانه وتعالى ذو المن والاقتدار المتفرد بالخلق والملك والاختيار القائل في محكم التنزيل وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار المصطفين الأخيار وعلى كل من اقتفى أثرهم وصار على نهجهم ما تعاقب الليل والنهار. فراق أخينا عبد العالي الرمي الذي كان وغير الله يبقى فمن على فالله أعلى. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك من بعدها محمول. أذكركم بحديث ثم أختم بدعاء حتى لا أطيل عليكم. قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاث أي إلى قبره ماله وأهله وعمله فيبقى معه عمله ويرجع ماله وأهله فيناديه رب العالمين عبدي ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ضلوا معك ما نفعوك ولا يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. أخونا عبد العالي الرمي لم يبقى معه إلا تلك المجتمعات التي مسحها على قتل الأيتام والضعفاء والفقراء، تلكم الأكباش التي كان يتصدقها أو يأتي بها من أهل الجود والكرم ويأتي بها إلى الضعفاء والفقراء خفية حتى لا يراه أحد. كان في خدمة غيره فمن عاش ليسعد غيره أسعده الله في الدنيا وفي الآخرة. أخونا عبد العالي الرمي كان نموذج في العطاء، كان نموذج في نكران الإحداث. هكذا نتمنى أن يكون لدينا ولاة أمور ووزراء وعمال وولاة وإخوة فاعلين جمعويين. كان لا يعمل من أجل نفسه، كان يعمل من أجل غيره. فمن عاش ليسعد غيره أسعده الله في الدنيا والآخرة. وتذكروا إن شئتم قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهذا جزاء في الدنيا. أما في الآخرة فلنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر وأين المدل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر. تساووا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائل عن أناس مضوا أما لك فيما ترى مختبر. كل ما تملكه في هذه الدنيا وكل ما كنت تدخل سياسة من الباب الضيق من أجل الاغتناء والارتزاق ومن أجل كسب خطوات المواطنين أن تنال به الدنيا سوف تتركه خلفك ووراء ظهرك. قال عليه الصلاة والسلام يقول العبد مالي مالي، فلوسي داري السيارة ديالي المنصب ديالي. يقول العبد مالي مالي وهل ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. وتذكروا إن شئتم قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاللهم إن فقيدنا قد خلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عنده. اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا تقدر له وألحقه بنبينا عليه السلام. اللهم كله من مراتع السود وضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود
وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغفر يا ربنا بالثلج والماء والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأهلا وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة وأعذه من النار. اللهم إن كان مسلما فبشر إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم لا تحرمنا نشرا ولا تفتنا بعدا واغفر لنا وله وكفاه فخرا وشرفا كفاه مات شهيدا وقد السلام والمظلوم شهيد والمقتول شهيد وصاحب الهدم شهيد والغريب شهيد ومن خرج من خدمة أهله حتى توفي في عمله فالجاري عليه أيام كالمجاهد في سبيل الله هذا شهيد. فأخونا قد ابتلاه الله بداء في بطنه مرض خبيث وكان سببا أنه أن فارق الدنيا فهو مبتور كان له داء في بطنه فهو شهيد. والشهيد من كرامته أنه يشفع في 70 من أهله وقيل السبع والسبعون 700 في اللغة العربية العدد اللامتناهي. فهناك عدد لا متناهي من مخلوق من أصدقائه وأهله سوف يشفع فيهم هذا الأخ الفاضل لأنه مات شهيد. والشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون دم والرائحة رائحة مسك أيها الأخوة الكرام. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. جنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق الأعين الطاهرة على أمننا بكل خير. كل من يحرص على أمننا واستقرارنا فاحرسه بعينك التي لا تنام وحفظه برعايتك التي لا ترام وكلأه بكنفك الذي لا يضام. الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وكل من خان شعبه أو وطنه أو ملكه فالله كيف يكون لقاءه بين يدي الله عز وجل لأن المغرب بلد الشرفاء وبلد الأولياء وبلد الصالحين. من أخذ درهما بغير حق سوف يعذبه الله به في الدنيا قبل الآخرة لأن هذا القرآن الذي نقرأه ونتوسل به إلى الله قد أنزل في مكة وقرئ في مصر وحفظ بالمغرب. فحفظ الله المغرب لأن أمغلب وأعظم مغلب ساكنته جعل الله صدورهم وعاء للقرآن الكريم. الحاصل والثاني والصغير والكبير والعالم كله يشهد بأن أكثر الناس حفظا للقرآن الكريم وقراءة للقرآن الكريم هم المغرب. بعث الله أن يرحمنا بهذا. اللهم وفق أهل المغرب جلالة الملك واحفظنا إلى سبيل الهداية والرشاد. اللهم أيده بالتوفيق والسداد واجعله للحق وضدا عن الفساد واجعله للحق وضدا عن الفساد واشدد اللهم أثره بأصلح العباد وتداركه يا ربنا بألطافك الخفية من ضلالة الجهال ومكائد الحجاج ويسر أمره وأمور المسلمين في سائر البلاد بحرمتك يا من إليه الرجعى وإليه المعاد. اللهم إنه قد مسه الضر وأنت أرحم الراحمين فألبسه لباس الستر والعافية يا رب العالمين والنصر والتمكين وقر عينه إلى أمير مولاي الحسن. اللهم أسمعنا عنه كل ذكر حسن وأرنا فيه مرءا حسن واحفظ به الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقه للخير واعنه عليه. اللهم ارنا الحق حقا ووفقه لاتباعه وارنا الباطل باطلا ووفقه لاجتنابه.